فالحمد لله يعني كان فترة أربيل أيضا فترة مهمة للتعرف على ما كان في ذاكرتي، مجرد أنه إخوان وتنظيم. إخوان أربيل التزموا بالتنظيم حتى بعد حل التنظيم لفترة طويلة، ما مثل إخوان السليمانية. إخوان السليمانية التزموا في 71 بحل التنظيم، لما أقر الدكتور عبد الكريم زيدان حل التنظيم التزموا فحلوا أنفسهم. نعم في أربيل، لأن في أربيل كان قريبا من موصل، وموصل مولي محل الشيخ الصواف رحمه الله، فالشيخ الصواف كان يتردد على أربيل وهو مؤسس الإخوان، فأثر على أربيل. الجيل الإخواني الذي كان في أربيل جيل متمكن، كانوا مسيطرين على اتحادات المعلمين. فرقة الرياضة، أنا لما دخلت أربيل في 75 كان فرقة الرياضة للإخوان ما زالت موجودة، وفي بعض المساجد السيفين والمصحف كان هذا في عام 75 والبعثيون يحكمون.